النهارده معانا ومع حضراتكم حالة إنسانية، حالة مرضية، تحديدا محافظة قليوبية من منطقة أليوب. معانا حالة مرضية، حالة إنسانية، يعني هنقول الحالة موجودة داخل البيت أو داخل أسرة متأثر بيها الأب والأم وجميع أفراد الأسرة. الحالة النهاردة يمكن في الحقيقة أنا يمكن عاجز عن الكلام اللي أنا أقدر أوصفه بيه الحالة اللي إحنا موجودين معاها، ولكن نشوف الوالد أو رب الأسرة يحكي لنا حالة أولاده الثلاثة، ثلاث ذكور أو ثلاث شباب معرضين بمرض نادر أو نادر علاجه حسب كلام الأطباء في مصر. نشوف الحالة ونتعرف عليهم ويعني ربنا يوفقنا. حضرتك الحالة بتتكون من الأول. احنا عرفنا موضوع محمد ابن الكبير اللي هو 15 سنة. محمد كان مولود سليم عادي ما فيهوش أي حاجة، وفجأة بعد شوية كده حصلت له حادثة صغيرة في رجليه، وبعد الحادثة ابتدى جسمه يضعف، وجرينا في مجال العظام وكده، وبعدين رحنا مستشفيات كتيرة ورحنا لدكاترة كتيرة. فآخر تحليل عملناه عرفنا إن في حاجة اسمها ضمور في العضلات. ضمور العضلات ده يعني بضعف عام الجسم، وابتدى الولد ما يقدرش يقف على رجليه، وابتدى يزحف، وابتدى في تقوس في العمود الفقري وضعف عام في الجسم. حصل يعني ايه زي زوبعه كده في البيت، مش عارفين نعمل ايه، بقينا نجري في كل اتجاه. وفجاه واحنا بنتحرك لقينا اخوه مصطفى اللي هو اصغر منه ب3 سنين ابتدى يظهر عليه بعض الامراض، اللي هو مصطفى الاصغر منه. حبينا برضه نتاكد من الموضوع وعملنا تحليل لمصطفى، لقينا مصطفى عنده نفس موضوع الضمور. في الوقت ده واحنا بنعمل تحليل مصطفى كانت الزوجه حامل في توأم ربنا كرمني بيه الحمد لله على كل حال. فطلع في التوأم ده ولد وبنت. فعندي ابراهيم الصغير، ابراهيم نزل طبيعي عادي مفيش حاجه، فابتدينا مفيش قلق، ابتدينا برضه نجري في موضوع العلاج لمحمد ومصطفى. فشويه دكتوره مشكوره شافت الحاله بتاعت مصطفى، فقالت لي لابد ان احنا نعمل برضه تحليل لابراهيم. فقمنا عمل تحليل لابراهيم، لقينا ان ابراهيم برضه نفس الاعراض اللي هي ضمور في العضلات. فكل ما اروح لدكتور يقول لي ان ماليش علاج دلوقتي للحاله دي، مفيش حاجه اقدر اقدمها، لحد ما في اخر طريق احنا قلنا بقى يا رب، احنا يعني جرينا وحاولنا يمين وشمال مفيش. فربنا يعني يجعلكم سبب في الخير يعني، وان تشوفوا لنا الحاله دي علاج، نلحق ولادي، لان انا عندي 3 ذكور وعندي بنتين، فنلحق علاج للحاله ان شاء الله. احنا عايزين نعرف محمد في دراسة في سنة كام؟ محمد الحمد لله في سنة 3 إعدادي، مصطفى في ابتدائي. بسم الله ما شاء الله، يعني ده فضل من ربنا عليا. ولادي الحمد لله متفوقين في الدراسة شاطرين. محمد بيذاكر هنا في البيت نازل بالاتفاق مع مدرسة الإعدادي يعني. ومصطفى في 6 ابتدائي بيروح المدرسة، بيتسند مثلا على حد، والدته بتروح توديه، أنا بروح أوديه كده يعني، لأن هو لسه الحمد لله بينقل بيمشي، بس رجليه ضعيف يعني ما يقدرش يطلع سلم لوحده، لازم حد معاه، لازم حد يساعده. بالظبط. طيب قول لي يعني الموضوع ده مأثر عليهم في، يعني أنا آسف، في الذكاء أو في ولا هو ما شاء الله ماشيين كويسين؟ لا الحمد لله، يعني مستوى ذكائهم عالي، حتى انا بشوف في درجاتهم الدراسيه وشهاده التقدير اللي بياخدوها في المدرسه الحمد لله رب العالمين. يعني هو الموضوع كله في الحركه، يعني محمد ما بيقدرش يخش الحمام لوحده، لازم انا اللي اوديه الحمام او امه توديه الحمام، ما ينفعش ان هو يتحرك لوحده. فدي مسببه ان احنا تعب، يعني الام ما بتخرجش الا للضروره. انا طبعا يعني نكون خارجين، يعني الخروج بيبقى فيه مشقه شويه، وكذلك لما نروح نكشف عليهم في العلاج او كده يبقى لازم حاجه مخصوص، عربيه مخصوص تاخدهم وتوديهم وتجيبهم. هل في المرض اللي حضرتك قلت عليه ضمور في العضلات، هل في قرابه بينك وبين الزوجه؟
لا هو مفيش قرابة بيني وبين الزوجة، لأن احنا يعني هي من عيلة وأنا من عيلة تانية خالص. وبعدين أنا عملت تحليل وراثة للولاد، وقعدت مع مدير المركز واتكلمت معاه، فقال لي ده مرض نادر جدا انه بيحصل، يعني 1 في المليون، واحنا لحد النهارده لسه مش لاقيين له علاج. ده كلام ده من حوالي 2 سنين. فانا يعني بقول يا رب يسهل ان شاء الله ويظهر علاج للحاله، ونحاول نلحق مصطفى ونلحق محمد وابراهيم الصغير اللي هو 3 سنين. ازيك يا محمد؟ الحمد لله كويس. انا شايف من ساعه ما دخلنا قعدنا معاك كده قبل التسجيل انت مبتسم وراجل بشوش، وان شاء الله ربنا يشفيك. ان شاء الله. انا عايز اقول لك على حاجه بيجي عن ربنا ده خير. هو ربنا بيبعت البلاء عشان هو بيحب البني ادم. الله عليك. طالما بيحب حد بيبتليه. وانما وفي الصابرون اجرهم بغير حساب. الله عليك. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميك. ربنا ان شاء الله يتم الشفاء عليك. انا عايز اقول لك الابتسامه اللي بتفرش وشك كده زي ما انت مبتسم وراجل جميل، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقنا وربنا يقبلنا ان شاء الله، ونحاول نقف معاك وربنا يقف معانا كلنا. باذن الله. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. سنه كام يا درش؟ الصف السادس. اخبار النتيجه ايه معاك؟ الحمد لله الدرجة طلعت كويسة. مش كويس ولا مزعل بابا؟ لا كويس الحمد لله. اسال بابا. ماشي. شايف محمد مبتسم ازاي وراجل متقبل قضاء الله بحب ازاي؟ هو ربنا مبتلي واحد عشان بيحبه. طب انت حضرتك لما عرضتهم عن الخبير الياباني يعني كان توجيهاته قال المرض ده حتى الان ما ظهرلوش علاج. طب هل انت يعني في حد تاني خبير اجنبي او حد نصحك بنصيحه تانيه تقدر تلجأ ليها؟ هو في بعض الزملاء، في برضه واحد زميلي اسمه محمد حسن عنده ابن برضه صغير فيه برضه مشكله عنده، وكان ده متابع مع دكتور اسمه دكتور هنري في فرنسا، وقال ان في علاج للحالات. فقال لي في فرنسا وفي المانيا في طفره هناك في العلاج في المرض ده، وربنا يسهل ممكن لو في فرصه ان احنا نسافر في البلد دي او دي، ممكن يكون ربنا يسهل يكون في علاج للحاله نلحق الاولاد الصغيرين. ده اللي هو قاله لي. ان شاء الله في المانيا او فرنسا، الدولتين دول يعني. بضم صوتي لصوت والد الشباب وبقول له قلبي معاك، ولكن احنا محتاجين صناع القرار. بخاطب السيد المحترم رئيس جمهورية مصر العربية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخاطب السيد رئيس الوزراء، بخاطب السيد وزير الصحة الدكتور عادل عدوي، تبني حالة للأبناء الثلاثة، أسرة اسمحوا لي إن أنا بقول متوسطة الحال، الأب بيشتغل في قطاع خاص يا دوبك مش قادر إن يكفي حتى مصاريف الأكل والشرب مش العلاج، ولكن دي حالة أبناء مصر عايشين على أرض مصر، فدول أولى بالرعاية. فبنخاطب السادة صناع القرار، بخاطب السيد رئيس الجمهورية، بخاطب السيد رئيس الوزراء، بخاطب السيد وزير الصحة، تبني حالة الأبناء الثلاثة علشان ننهض بنقول بأسرة بتدمر، أسرة ابتلاها ربنا سبحانه وتعالى ابتلاها بالمرض، ولكن حقهم علينا إن احنا لازم ننقل الصورة للمشاهد اللي بيشوفنا، ننقلها لصناع القرار عشان نقدر نساعدهم قبل ما السن الشباب يكبر ويبقى حالتهم زي حالة محمد. صوت الناس رسالة، صوت الناس رسالة إلى المسؤولين في مصر.